يجونك بالباب يقول لك غصبا عليك الشيل. يعني وين نروح؟ احنا مو بشر، مو عراقيين. هسه انطونا مهلة 10 ايام قال لي الشيلين، اجيك بالشفرات، انا وين اروح؟ قلت له بديل، ماكو بديل. وبعد اناشد العالم الخير تفزع له ونشوف حالته بحالة هذا. شوف انا حتى لو ما شايلتي بسرطان وانطي جرح كيميائي. حياكم الله متابعينا الكرام. بسنة 2024 وهناك عوائل عراقية تسكن في وسط هذه المزبلة ومهددة بالإزالة. اجتنا أكثر من مناشدة بخصوص عائلة أم علي. تعالوا نشوف شنو وضعهم اللي هم منتظرينه بالباب. تعالوا خلينا نشوف شنو اللي يعانون من يمي. السلام عليكم يم. السلام والله وضعنا تعبان، قاعدين بالمعسكر يقدرون يشيلونا وطونا مهلة 10 ايام وخلصت. وانا ما عندي، هذا ابني بسرطان وهذا الثاني ابني هم ما يشوف، ظروفنا حيل تعبانه. هو هذا ابني كان يبيع مي بالشارع ومعيش، ظروفنا تعبانه ما عندي. وناشد العالم الخير تشوف حالتي وحالة جهاي. والله كبهاي تراب بالعراق. انا وين اقعد حتى مكان انا ما عندي. اناشد العالم الخير يشوفون المكان واقعد بالخاطر هذا ابني. شوف حتى الامعاء مالته شايلته ما عندي بسرطان انطي جرح كيميائي. ويجون هنا علينا يقولون لنا هسه شيلون وطالع مهله 10 ايام. وين اروح؟ اناشد العالم، اناشد الناس بس يجون يشوفون حالتي، ما اريد من عندهم شيء. عندي 5 انا وظروفي كلش تعبانه. اريد بس مكان اقعد. ربك ما عندنا معين، رب العالمين هو معين. الاطفال وضعهم مدرسه؟ ماكو مدارس، ما عندنا مدارس. منين نسجلهم؟ المدارس هم تريد فلوس. وهسه انطونا مهله 10 ايام قال لي الشيلين، اجيك بالشفرات، انا وين اروح؟ قلت له بديل، ماكو بديل. وبعد اناشد العالم الخير تفزع له ونشوف حالته بحالة هذا. شوف انا حتى لو ما شايلتي بسرطان وانطي جرح كيميائي وما عندي. على الله وعليكم هيكم تشوفون حالتي، ناشدتكم اريدكم تشوفون حالتي. طب وجوا صار لك ايش قد ساكنه هنا؟ هواي صار لنا هو قاعدين هنا. يعني ايش قد؟ من 2014. زين انت قاعده هنا لو كحد قاعد وياك؟ هو انا يم اختي قاعده. يم اختك؟ اي. زين شنو وضع الاطفال معينكم؟ ماكو، هو رب العالمين. ما اقول لك رب العالمين هذا ابني كان يبيع مي، ظروفنا تعبانه، نقول الحمد لله والشكر. بس انا اريد بس مكان يعطونا اقعد بالخاطر هذا ابني، مو الخاطر انا ولا خاطر دول الرجال، خاطر هذا اللي بيسرطان. شنو ايتام لو؟ ما عندنا احد، هو رب العالمين موجود يباوع على حالتنا. احلفهم بشهر الحسين ابو عبد الله، احلفهم بالحسين اللي يجون يشوفون حالتي. ما اقولهم اريد نقصر وهاي، حتى لو يشوفون لي بيت على قد حالي. الايجار كله ب500 وب600، احنا العيشه قوام دابرينه، مو نروح ناجر. وظروفنا حيل تعبانه. تعال طب جو شوفنا انا وين قاعده. طب جو تعال شوف جو. يعني ام علي هسه انت هذا مكانك انت واطفالك نايمه بيه وتقعدين؟ هو هاي قعدتنا ونومتنا بيه، ومهددين بالشيله فوق هاي. وهاي غرفه امي مال بيت اختي هذا، ومهددين بالشيله. انت قلتي لي عايشه ويا بيتك؟ اي ما عندنا مكان نقعد بيه، ومهددين بالشيله. شوفوا هاي القن مال الدجاج. مرض ابنك شنو انطيه جرح كيميائي. هاي الامعاء مالته شايلته. هو هذا كان يبيع مي قلتي لي؟ هو هذا كان يبيع مي وبسرطان، وهسه اخذ مدينه الطيب، وذولا كلهم ماكو مدارس، ولا عندي طفل بالمدارس. ما اريد لا مدارس ولا اريد شيء، بس اريد مكان نقعد بيه. ذولا ساعة الساعة يجونا بالشفلات، طانا مهله خلصت المهله. زين هسه مكانك قاعدين بيه انت اكلك وشربك شلون؟ ما نريد يعني انا سمعت من العالم انت العالم يعني والله ما ادري شلون اي العالم بدها تعطيك اكل وبقايا الاكل، وهي منطقه تعبانه. يعني عالم كلها تعبانه هنا. صحيح كلها ما عندها العالم، بس ما نريد هسه لا اكل ولا نريد شرب، نريد بس مكان نقعد بيه. خلينا ميتين من الجوع، بس كون المجهالي. لان شوفوا هسه وجهها اصفر، باوع له وجهها اصفر، ما عنده مكان يقعد بيه ومريض. يعني تقبل الحكومه، تقبل العالم الخير هذا ابني بسرطان وقاعده بيه بشحال.
ومهدديني بالشيله. خليني قاعده هنا أنا ما يخالف، بس كل ساعه الشينين ترى ما عندي منين اجيب، انا هم عراقيه منين جايتهم. اناشد العالم من خيره، اناشد الحكومه اللي اريدهم كل شيء ما اريد منهم، عسى ما ينطوني قاع اسويها خيمه واقعد بها، لان انا تعبت. تعرف شنو بشر تعب ما عنده طاقه، يجونك بالباب يقول لك غصبا عليك الشيل. يعني وين نروح؟ احنا مو بشر، مو عراقيين. هسه نروح لاي عالم مو مثلنا. مشكلتك مكان تريدين تقعدين بيه؟ بس مكان، ما اريد عيشه. ان شاء الله الناس ما اي تقصر. ما اريد لا عيشه ولا اقعد. آيات انت شنو اللي محتاجته وشو تطلبين؟ بيت. من وين تطلبين؟ من منو؟ من منو من العراقيين؟ ان شاء الله ما يقصرون وياك العراقيين. طبعا احنا عائلة بيت ام علي اكثر من مناشدة اجتنا على وضعهم، لان ما عندهم سند ومعين، ساكنة ويا اختها، وهذا مكان نومتها وقعدتها واكلها وشربها. هذا يعني عفوا نقدرهم، وانا اعتذر من هاي الكلمة، لا يصلح لعيش، يعني والله يعني حيوان ما يقدر يعيش بهذا المكان. حالة ام علي وعائلتها امام انظاركم، تسكن معسكر الرشيد، وهذا وضعها بلا سند ولا معين. اللي كان ساندها هذا الولد اللي انصاب بمرض خبيث، وانمنع من الاتربه وانمنع من الحراره، وهو المكان اللي قاعدين به اصلا والله بعد ما اعرف شنو اللي احكي. بقت الحاله يمكم وامام انظاركم، وان شاء الله ما تقصرون واستمعتوا لحديثهم. راح اخلي لكم رقم ام علي وان شاء الله خير. اريدهم يباعون الحاله، انا هم من عندهم عراقيه منين جايه. اناشد الدوله، اناشد الشياع السوداني هم يشوف حالتي، انا هم عراقيه واطلبه، اقول له يعني يكون يدز علي انا وجهالي، يشوف الحاله اللي انا بيها. هذا ابني يعني اكو طفل بيه سرطان يقعد بهاي، لا بون كلام مبرده لا كهرباء، ونقول الحمد لله والشكر. اناشد الوزاره، اناشد الحكومه، اناشد الدنيا كلها تفزع لحالتي، لان انا تعبت. وين اروح؟ احسن نذب ارواحنا بالشط ونموت انا وجهال، مو بس انا اذبهم واقول نذب بيتهم، انا وياهم نموت سويه. ولو قالوا بالشفره جاء امرتكم انتم وعائلتك يجي يوم ونقعد من الصبح يا تخاف يجينا ابو الشفره، وين نروح؟ احنا هم عراقيين واناشد اخوتي العراقيين. تعرف شلون تنامين هنا بالحر؟ اي ما عندي جاري، لي جار ب500,000، يعني تعرف ال500 ما عندنا منين نجيب ال500؟ راتب رعايه ما عندكم؟ ما طالع اسمي، مقدمتنا ما طالع اسمي، شو اسوي يعني؟ اروح للرعايه قبل طلعوا لي هاي. والله اناشد العراقيين اللي يشوفون حالتي، ما اقول لهم اعطوني شوف شنو اريد، بس سكن اقعد بيه انا وجهالي، لان انا تعبت والله العظيم. يعني هسه دور الدنيا كلها ما يلقون مثل حالتنا، تعبانين. هذا مريض ظروفنا تعبانه. ان شاء الله الناس الخيره ما تقصر، فدوى عينك ان شاء الله. هاي الحاله امامكم وشفتوها زين، وهذا المكان اللي محاربه عفوا على هذا المكان اللي عايشين به والله ما اعرف.